السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم ابطالي ابطال الصف الثالث الاعدادي؟ اهلا بكم في قناة ادرس مع منى. ان شاء الله هنشرح النهاردة في مادة اللغة العربية درس قراءة اسمه الحياة دقائق وثواني. طبعا اخرت عليكم في الفيديوز بس يعني طبعا احنا عارفين ان الترم التاني ما بيكونش فيه وقت نهائي ان احنا نعمل اي حاجة، فمن الدروس والمذاكرة بقى والحفظ وهكذا مفيش وقت يعني، بس ان شاء الله هستمر في تنزيل الفيديوهات. اهم حاجة تشجعوني وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس كمان وتعملوا لايك وشير وكومنت. وتعالوا يلا يا ابطال نبتدي في فيديو النهاردة. هنشرح زي ما قلنا النهاردة درس الحياة دقائق وثواني. الدرس ده بإذن الله هيتكلم عن شخصية مشهورة جدا وهو إسحاق نيوتن، وبرضه في نفس الوقت هنتكلم عن الدرس ده برضه عن الشاعر أمير الشعراء اللي هو أحمد شوقي. استمروا معانا كده في الدرس ده وتعالوا يلا ابطال نشوف الفيديو ده او يعني عبارة عن ايه الدرس ده. عنوان الدرس بيقول الحياة دقائق وثواني، يعني بمعنى اصح الدرس ده بيتكلم عن الوقت وازاي نستثمر الوقت ده يعني في حاجات كويسة. يعني بمعنى اصح ان احنا لو عندنا في وقت فراغ عندنا ازاي نستثمر الوقت ده في حاجة كويسة يعني ومفيدة تفيدنا. اول حاجة الدرس بيقولك ايه؟ يبحث بعض الناس في عصرنا الحالي عن وسائل للترفيه والتسلية. يعني الناس دلوقتي لما يكونوا بقى عايزين حاجات ان هم يلعبوا يلهوا وترفيه بقى ومفيش في الدنيا حاجة مفيدة بيعملوها، ليه بقى بيبحثوا عن الحاجات دي؟ لكي يقتلوا بها اوقاتهم، يعني عشان يسلوا بيها نفسهم ويقتلوا بيها الوقت بتاعهم، يعني عشان الوقت بيعدي بسرعة ويكون في فرح ولهو ولعب ومفيش حاجة مفيدة بيعملوها. بعد كده بقول ايه؟ ولا يدرون ان حياة الانسان تقاس بهذا الوقت، يعني الحياة اللي احنا بنلعب فيها ونلهو فيها وعايزين يعني حياتنا بقى وما فيش اي حاجة مفيدة بنعملها، ده كله بيتقاس بالوقت اللي احنا عايشينه، وكل ده ليه زمن وليه حاجة ومتحاسب عليها. فالمفروض ان احنا يعني الحاجات اللي احنا نعملها دي تكون حاجات مفيدة، منها ان احنا نستفيد ومنها برضو ان احنا ما نعملش اي حاجة غلط. فعشان كده لازم ناخد بالنا احنا بنعمل ايه في اوقات فراغنا. لو حاجات مش كويسة نحاول ان احنا نحسن من نفسنا، لو حاجات يعني كويسة مثلا عندنا وقت فراغ، خلصت مذاكرة خلصت اللي عليا مثلا وقت فراغ ممكن ان احنا مثلا نص ساعة نقرأ فيها قرآن وهكذا. لو بقى لسه في فراغ عندنا نقدر نلعب بقى شوية بس مش كل اليوم لعب يعني، فنستثمر الوقت بتاعنا في حاجات كويسة. بعد كده بقولك ايه؟ وان الثانية من عمر الوقت قد تنجز عملا يفيد البشرية مدى الحياة. يعني انت لو انجزت وقت كويس جدا وعملت حاجة فادتك وفادت البشرية هتفضل لك الحاجة كويسة دي مدى الحياة. يعني مثلا كمثال انت ذاكرت اهو بقيتي مثلا مهندسة، بقيتي دكتورة، وانت بقيت مثلا مهندس دكتور، اي حاجة ايا كان، المهم ان هي حاجة كويسة هتقعد لك وهتقعد للبشرية كلها، تفيد البشرية. تمام، دي حاجة يعني من الحاجات الموجودة في الدرس. بعد كده بقولك ولعل امير الشعراء احمد شوقي. هنا ايه؟ اتكلمنا عن احمد شوقي. لو قالك برضو هنا ماذا يلقب احمد شوقي هتقوله ايه؟ امير الشعراء. كان من طليعة الشعراء الذين ألمحوا إلى قياس عمر الإنسان بالثواني والدقائق. يعني لو قالك هنا ماذا يقاس عمر الإنسان هتقوله ايه؟ يقاس بالدقائق والثواني، حيث يقال دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ده نص شعري من أحمد شوقي أنهن. فعمر الإنسان يقاس بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية. كل اللي انت عمله وخير وأي حاجة عملتها كويسة في حياتك هيقدمها يعني الإنسان، هتفضل للإنسان خير وعلم ينفع البشرية. تمام، اهم حاجة يا جماعة الوقت عندنا ان الوقت نستثمره في حاجة كويسة جدا. تمام، نشوف كده بعد كده بقولك ايه؟ وقد ضرب العلماء اروع الامثلة في كيفية الافادة من وقت الفراغ. عندك وقت فراغ، تعال بقى اما نقولك هنعمل ايه علشان نستثمر الوقت ده في حاجات كويسة، حيث التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. التفكر يعني تفكر في مستقبلك، تفكر في حاجة كويسة هتعملها، تتأمل مثلا في خلق الله، تتأمل في كل حاجة حلوة ربنا عملها لنا، وان انت تتأمل وتراجع نفسك. مراجعة يعني تراجع نفسك كل حاجة عملتها وهكذا يعني. اما المحاسبة تحاسب نفسك، عملت حاجة كويسة تحسن من نفسك اكتر، عملت حاجة غلط ما عادش تعملها تاني وهكذا يعني. ولو نص ساعة في اليوم نقعد مع نفسنا كده ونراجع نفسنا. هنا بقى بقول لك ايه؟ وقد قيل ان تفكر الانسان ساعة
خير من قيامه ليلة. يعني لو انت قعدت مع نفسك ساعة ولا نص ساعة كده تفكر في حاجة او حل عاوز توصله، احسن من ان انت تقعد ليلة كاملة او يوم كامل تفكر لحاجة ومش عاوز توصلها. فساعة واحدة تكفي ان انت تشوف حل للحاجة اللي انت عاوزها، او تراجع نفسك تتأمل في خلق الله وهكذا. يعني حاجات كويسة نقدر نعملها في ساعة واحدة، بس مش لازم ان احنا نضيع وقتنا في يوم كامل. يعني بقول لك هنا ايه، والمعنى انه بالتفكر وبالتأمل، يعني لو التفكر والتأمل يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة الإعجاز الإلهي في الصنع والتهيئة والنظام. يعني برضو ان انت تفكر وتتأمل وتراجع نفسك ومحاسبة وهكذا تقدر توصل لكل حاجة. تمام، ده كله ايه لو وفرت وقتك واستثمرته في حاجات كويسة. تمام، نشوف بعد كده بقول ايه. هنا بقول هذا النظام الدقيق الذي استرعى انتباه العالم الأشهر إسحاق نيوتن. طبعا احنا عارفين إسحاق نيوتن من زمان جدا لأن هو مكتشف الجاذبية الأرضية. تمام، عندما سأل نفسه سؤالا، كان قاعد مع نفسه كده في وقت الفراغ بتاعه وقاعد يفكر ويبحث ويتأمل، فسأل نفسه سؤال. بقول هنا ايه، بقول وكان في وقت فراغه وفي حالة تأمل وتفكر وبحث لماذا سقطت التفاحة فوق رأسي، تنحرف ذات اليمين أو ذات الشمال، ولماذا لا ترتفع إلى أعلى. يعني كل دي أسئلة يعني نيوتن كان بيسألها لنفسه هو في وقت فراغه، ومن خلال الأسئلة دي يعني ومن خلال تلك الأسئلة وصل إلى نظرية الجاذبية الأرضية. نجحت الجاذبية دي لأنه هو مكتشف الجاذبية الأرضية، والتي نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان حاجز الفضاء. يعني الإنسان قدر إن هو يتعدى أو يتجاوز حاجز الفضاء. طيب ايه هو الفضاء؟ اللي هو بين الكواكب والنجوم وهكذا، يعني عارفين احنا كلنا. مستكشفا الأرض والقمر والكواكب والمجرات التي تسبح في الفضاء الخارجي. قدر يعمل كل ده، وحركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها. كل ده من ايه بقى؟ كل ذلك جاء من تأمل بسيط لكنه عميق ولحظة تفكر صادقة. يعني بدل ما انت تقعد يوم كامل تفكر في حاجة معينة، ساعة واحدة تقعدها مع نفسك تقدر تجيب كل حاجة انت عاوزها. فأفاد البشرية وخلد ذكره في سجل العلماء. فاد نفسه وفاد البشرية كلها. فالمهم ان احنا نستفيد من وقتنا ونستثمر وقتنا بالحاجات الكويسة. وبرضو في حديث صغير كده قالهن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر. المقصود برضو من الحديث ده ان احنا نحاسب نفسنا قبل ما ربنا يوم القيامة يحاسبنا، فنعمل حاجات كويسة تفيدنا برضو علشان ما ناخدش سيئات، وان احنا يعني نوفر وقت ونستثمر وقتنا في حاجات كويسة. بعد كده شوف بقى بيقول لك ايه. بعد كده اخر حاجة معانا في الدرس بيقول لك حقيقة ونصيحة. يقول لك حاجة حقيقة في الدنيا بتاعتنا دي ونصيحة برضو نتعلم منها. إننا بعد هذا يجمل بنا أن نسأل أنفسنا دوما. يعني عادي بعد كل اللي احنا قرأناه ده دلوقتي نقدر ان احنا نسأل نفسنا على طول كيف نستغل الوقت فيما ينفع ويفيد. لازم نستغل وقتنا في كل حاجة تفيدنا وبتنفعنا. إننا لابد أن نؤمن بحقيقة مؤداها. بقول لك إيه بقى؟ إن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لإنجاز شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل مما نظن وأرقى مما نتخيل. يعني وقت صغير جدا تقدر تحول حياتك كلها عليه. يعني مثلا خصصت وقت المذاكرة، بعد كده في حياتك المستقبلية هتبقى مثلا دكتور مهندس وهكذا، وهتعيش أفضل حياة هتفيد منها البشرية. ولو بقيت دكتور هتفيد نفسك وهتفيد البشرية، تعالج المرضى، تعمل حاجات برضو تفيد البشرية وتفيد نفسك أولا. فالوقت ده حاجة مهمة جدا. لو خصصنا نص ساعة في اليوم أو ساعة بالكتير نقدر يعني نحقق حاجات حلوة جدا. وقت معين في يومك تقدر تعمل بيه كل حاجة، بدل ما يوم كامل تقدر تعمل فيه حاجات كتير يعني مش مفيدة. بس احنا لو خصصنا ساعة من يومنا كامل كل يوم، يعني نستثمر عن الحاجة دي، نستمر كل يوم نعمل نفس الحاجة مفيدة عشان نوصل لحاجة احنا عايزينها. يعني الحاجة دي هتبدأ أفضل مما كنا نتخيل، وأفضل برضو مما كنا نظن. تبقى حاجة كويسة جدا طالما مفيدة وبنعملها كل يوم، مثلا نص ساعة في اليوم أو ساعة في اليوم. فالمهم في وقت فراغنا ان احنا نفكر ونتأمل ونراجع نفسنا ونحاسب نفسنا ونعمل حاجات مفيدة عشان وقتنا ما يضيعش في الفاضي. تمام.
ده كان الدرس بتاعنا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم، بس قبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم علشان كل الناس تستفيد معانا، وتعملوا لايك علشان الفيديو يترفع لاكبر عدد ممكن وكل الناس تشوف الفيديو وتستفيد منه، وتكتبوا لي كومنت، وكمان ما تنسوش يعني ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. وطبعا هعمل لكم كل المواد باذن الله، بس ان شاء الله كده يعني القناه تترفع وتبقى اكبر قناه. هنعمل برضو في الاجازه كل حاجه انت عاوزينها، ورسم بقى وحاجات كتير، بس المهم ان احنا نخلص الترم ده الاول وربنا يوفقنا. وبس كده خلصت فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب يا ابطال، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت معكم منى وجيه، والى اللقاء.